يا مساء الفل عليكم. هنعمل النهاردة القرص الطرية بالعجوة. هنعملها بطريقة حلوة جدا بما اننا عملنا معجنات في القناة. عملنا البوريك وطلع تحفة، البوريك المحشي بالجبنة، وعملنا القراقيش وكانت حلوة جدا وكان عليهم تفاعل كبير قوي على القناة، وانطلب مننا ان احنا نعمل القرص المحشية بالعجوة. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا بدون زبدة ولا سمنة ولا حليب ولا اي حاجة خالص. هنعملها بمكونات سهلة وبسيطة جدا. الكمية اللي قدامك دي كلها معمولة بنص كيلو من الدقيق بس، هتطلع معاكي طرية وحلوة وهشة وجميلة جدا. حلوة لللانش بوكس للولاد للمدرسة الصبح، حلوة فطار، حلوة معاكي عشاء مع كوباية شاي بحليب، حلوة جدا. والعجوه هتطلع معاكي طريه من جوه ومش هتنشف منك ابدا في الفرن. هقولك على مكوناتها المظبوطه. عاوزه تضعفي المقدار براحتك وتزودي المقادير برضو براحتك. انا جايبالك مقادير على قد الايد وسهله وبسيطه وعامله لك كميه بسيطه، وانت وحريتك زودي المقدار زي ما انت عايزه براحتك. قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهلة والبسيطة واللي على قد الايد. ولو اول مرة تتفرجي عليا، انا بسمة وليد. تعالوا نشوف مكوناتنا السهلة والبسيطة. هنجيب بولة وهنحط فيها مبدئيا كوباية من المية، وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من الخميرة، وبعد كده ربع كوب من السكر بمقدار 50 جرام. هنقلبهم كويس. لو بدأت تعمل معايا رغاوي على الوش يبقى كده الخميرة معايا كويسة ومتفاعلة. لو ما عملتش معاكي رغاوي ومحتاجة منك اختبار، اركنيها شوية لحد ما تتفاعل معاكي واشتغلي معاها، لكن انا عارفة ان الخميرة عندي كويسة. هننزل بربع كوب من الزيت بمقدار 50 جرام، وبعد كده هنعزز الطعم شوية وهنعزز اللون وهنعزز الطعم بتاع القرص. هنزل بمعلقتين كبار من الحليب البودر بمقدار 40 جرام، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة ممسوحة من الخل. هنقلبهم كويس. انا هنا خطوة الحليب البودر اختياري، مش عايزة تحطي حليب بودر براحتك، انا بحطها عشان تعزز الطعم شوية، عشان انا ولا هحط حليب ولا هحط زبدة ولا سمنة، عشان كده انا حطيتها اختياري فبراحتك. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك. هنزل بنص كيلو من الدقيق بمقدار 4 كوبايات، هنخلهم كويس، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، وهنزل بربع معلقة من الملح، وهبدأ بقى ألم العجينة بتاعتي واعجن العجينة بتاعتي كويس. هنلم الدقيق في المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها، ومعايا في الخارج كوباية من المية انا سايباها بره، ابدأ الم بيها العجينة، اشوف هل العجينة هتاخد الكوباية التانية كمان ولا هتاخد نصها ولا هتاخد قد ايه. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا ما بنزلش بمقدار السوائل كلها على بعضها، لان كل دقيق على حسب الدقيق اللي موجود. الدقيق بيشرب سوائل كتير ولا لا. فانت طبعا معانا كوبايه، حطينا كوبايه ومعانا كوبايه، هنلم العجينه على قد ما نقدر. طبعا انا العجينه هنا مش هتاخد مني الكوبايه كلها، هتاخد مني نص كوبايه بس. انا عايزه هنا عجينه لينه وتكون طريه، ما تكونش بتلزق نهائي، تكون عجينه لينه وطريه زي ما انت شايفه كده. انا لميت العجينه وعجنتها كويس زي ما انت شايفه كده، العجينه لينه وحلوه وما بتلزقش نهائي. هحط سقطة زيت كده في البولة بتاعتي، وهدهن الوش والظهر بتاع العجينة كده، وهسيبها تختمر نص اختمار. مش عايزة اختمرها جامد. انا كنت بوريكي ان هي خدت نص كوباية بس، ما خدتش كوباية كاملة. هغطيها كويس بالاسترتش وهسيبها تختمر شوية. على ما العجينة تختمر النص الاختمار اللي انا عايزاه، انا مش عايزاها تختمر كامل لان في مراحل كتير في الاختمار هنعملها مع بعض. هبدا اشتغل في الحشوه بتاعتي. انا هحشي هنا القرص بالعجوه. هبدا عندي عجوه هنا مفرومه، عجوه جاهزه مفرومه. مش متواجده عندك العجوه المفرومه دي، تقدري تجيبي عجوه وتفرميها انتي او تهرسيها انتي. هبدا اكورها كور كده، كور صغيره شبه الليمونه كده، قد الليمونه بالظبط. ما تكبريش الكوره بتاعه الحشو عشان تبقى على قد القرصه، بحيث ان القرصه تطلع صغيره وشكلها حلو وما تطلعش كبيره قوي.
زي ما انت شايفه كده. هكور كل العجوه اللي عندي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهركنها في جنب لحد ما العجينه بتاعتي ابص عليها اشوفها اختمرت ولا لسه. كانت العجينه هنا اختمرت نص اختمار بالظبط زي ما قلت لك. انا عايزاها لحد كده، مش عايزاها تختمر اختمار كامل، لان انا لسه هقرصها وهسيب القرصه برضو ترتاح شويه بعد ما اقرصها. انا هنا عايزاها قد الاسفنجيه الصغيره كده، لو جيتي وزنتيها على الميزان هتطلع 70 جرام بالظبط. هتقرصي العجينه اللي عندك كلها وهنركنها في جنب. بعد ما نقرصها تريح شويه، يا دوبك تريح 10 دقايق بس قبل ما اشتغل فيها. وهعرفك ازاي تعملي شكل الورده اللي انا عملتها اللي انت شفتيها في اول الفيديو دي بحاجه سهله جدا وبسيطه جدا. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. حاولي تدوريها على قد ما تقدري. وهنا كنت قرصت الكميه اللي عندي كلها، هغطيها برضو بستريتش وهركنها بس لمده 10 دقايق. هنا بعد ما ركنتها 10 دقايق وكده ارتفعت شويه، هبدا اشتغل بقى في اول قرص. انا عايزاكي تفردي من الطرف وتسيبي الوسطانيه تخينه شويه، ما تتكيش على الوسطانيه وانتي بتفرديها، لان انا لسه هحط العجوه ولسه هتك عليها تاني. وهفرد برضو الكوره بتاعه العجوه اللي احنا كورناها مع بعض، وبعدين هحطها في النص وهقفل عليها زي ما انت شايفه كده بالظبط. الخطوه دي محتاجه ان انت تشوفي انا بعمل ازاي، مش محتاجه مني ان انا افصلك كتير. حاولي تقفلي عليها كويس من تحت عشان العجوه ما تطلعش منك من بره. وهتتكي عليها بس نص تبطيطه كده. ومعانا غطا ازازه، الغطا عشان الوسطانيه نظبط الوسطانيه بس، لان انا هنا هبدا اقص الاطراف. معلش ايدي كانت رافعه شويه عن الكاميرا فما كانش الشكل باين كويس. انا هنا شغاله بمقص، بقص الاطراف. سوري انا ما خدتش بالي من الكاميرا بصراحه، بس انا هنا بصي انا قصيت الاطراف على قد الدايره بالظبط اللي انا حددتها من الغطا بتاع الازازه، بحيث ان انا اوسطن الوسطانيه بالظبط. لما اجي اقص الاطراف ما تبقاش حته كبيره عن حته او في فرق ما بينها وما بين بعضها. يا رب في الخطوه دي اكون موضحه بالمقص انا قصتها ازاي. زي ما انت شايفه كده بالظبط. وهبدأ بالغطا اوسطنه في النص بالظبط يعلم بس علامة كده، وبعد كده هقص الاطراف بالمقص. زي ما انت شايفة كده بالظبط انا بقص الاطراف بس لحد الدايرة من عند الغطا زي ما انت شايفة كده بالظبط. هعمل كمان واحدة تتكي على الاطراف بس وتسيبي الوسطانية تخينة شوية عشان ما ترقش مني لما اجي ابططها تاني وانا حاطة العجوة من جوه. نحاول نلمها كويس ونقفل كويس من الظهر عشان ما تفتحش مننا في الفرن. ونتك عليها نص تبطيطه بس كده ونعلمها بالغطا. احنا بنوسطن بس يعمل دايره زي ما انت شايفه كده، وتقصي بالمقص. هنا كانت واضحه شويه، كان المقص مبين انا بقص فين. انا بتهيألي الفكره كده وصلت. انا عايزه اوصلك ايه، وهنا بيديكي شكل الورده بالظبط. هخلص بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني. هنا كنت خلصت الكميه اللي معايا كلها، هغطيها بستريتش وهسيبها برضو تختمر شويه على ما اخلص بقيه الكميه اللي عندي التانية. وابدا اعمل الخليط بتاع الدهان بتاع الوش بتاعي. هاخد صفار بيضه، هشيل البياض وهحتاج الصفار بس، وهحط عليه معلقتين كبار من الحليب، عليه معلقه من الخل. ما مش عايزه تحطي بيض تقدري تحطي حليب بس، ممكن تستغني عن الخطوه بتاعه صفار البيضه دي وتدهني الوش بحليب بس، هيديكي نفس اللون وهيديكي نفس الشكل. هنزل بمعلقتين من الحليب
ونص معلقة من الخل. هدوبهم كويس، وزي ما قلت لك عايزة تستغني عن البيضة مفيش مشكلة، تقدري تدهني بحليب بس، وهيديكي نفس اللون برضو بتاع الوش وبنفس الشكل. وهنا كانت اختمرت معايا شوية، هبدأ ادهن الوش بتاع القرصة بتاعتي زي ما انت شايفة كده بالظبط. هديها بس مسحة بسيطة بالفرشة بتاعتي. تمام كده. بعد ما ادهن الوش هبدأ احط على وشها كده شوية سمسم من فوق. عايزة تحطي سمسم مفيش مشكلة، عايزة تحطي حبة البركة مفيش مشكلة، مش عايزة تحطي حاجة خالص براحتك. انا المرة دي حبيت احط عليها شوية سمسم من فوق زي ما انت شايفة كده بالظبط. لو وصلتي لحد هنا دوسي لايك وانت بتتفرجي عليا وشجعيني، وما تنسيش تحطي لي الكومنت الحلو اللي بتشجعوني بيه. تمام كده. تعالوا بقى اما ندخلها الفرن واوريكم طريقة التسوية المظبوطة. انا هنا هحطها على رف وسط في الفرن. هولع الفرن من تحت على درجة حرارة 200. انا عايزة الفرن يبقى عالي، ما توطيش الفرن. اول 10 دقايق بس، وبعد كده 10 دقايق كمان هولع الشواية من فوق زي ما انت شايفة كده بالظبط. القرص عايزة نار عالية والفرن يكون سخن من قبل ما تحط الصاج. هتطلع معاكي حلوة جدا وهتاخد لون حلو جدا. وخلي بالك من التسوية عشان تاخد لون حلو من تحت زي من فوق. واللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفة زي ما انت شايفة كده بالظبط، حلوة قوي. عايزة اقولك خطوة هنا بقى، اول ما تطلع لو عندك بخاخ بتاع مية اديها بخة من على الوش وغطيها شوية عشان الوش يطرى معاكي. مفيش بخاخ، بلي فوطة من بتاعة المطبخ وغطي الوش شوية عشان يطرى معاكي بس شوية، عشان تبقى معاكي طرية زي ما انت شايفة كده بالظبط. ما شاء الله اللهم بارك، كانت تحفة حلوة جدا، وما شاء الله شكلها بيدل على طعمها. انا عايزة اقول لكم الولاد اتهبلوا عليها. ما شاء الله اللهم بارك يا رب للي اكل. تحفة وسهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة اي حاجة. انا عايزه اقول لك ان انت لو بتشتري الكميه دي من اي مخبز يعني هتكلفك كتير، فكفايه ان انت عامله الحاجه في البيت وعارفه مصدرها ايه، والولاد بيفرحوا بيها جدا. وتنفع معاكي في اللانش بوكس الصبح، تحط لهم كده للصبح للفطار، ينفع فطار وينفع عشاء، وحلوه جدا بجد تستحق التجربه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس. ويا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجه بسيطه. واشوفكم تاني في فيديو جديد على خير من مطبخ بسمة وليد.